رجعوا ضربوا الاحياء بتاع الليبيه اللي فيها مدنيين. نعم، في وسط مدينه في مصر درنا. وشوف الثانيه ايش عملوا الليبيين اللي ابنائهم تبع الدواش اخذوهم ودفنوهم، والاجانب اللي هم عاده من موريتانيا ومن افريقيا سلحوا لهم البدل الموضوعه بتاع الساقه، لبسوهم لباس مدني حتى يقول لك ان الطيران ضرب مدنيين. نعم، نحن واعيين لهذا الكلام واخذين بالنا، وما حدش يلصق تهمه بمصر. مصر دوله تحترم المؤسسات، مصر دوله قانون. مصر استاذنت منا وتناقشنا في هذه الضربات، ان شاء الله الضربات الجايه ايضا ان شاء الله. مصر امنها وعمقها في ليبيا، وليبيا امنها وعمقها في مصر. تعزينا في سيناء، قتلوا الجنود في الحافله نتذكر عند الان. عملوا تفجيرات في اسكندريه الايام الماضيه وفي القاهره، وعملوا في البيضاء وفي بني غازي. حاليا نحن نقاتل فيهم في الهلال النفطي. سياده العميد، تقديراتك ايه لحجم قوتهم؟ يعني هتحتاج مننا قد ايه وقت دي علشان على الاقل الضربات الجويه تثمر في ضرب البنيه التحتيه لهذه الجماعات؟ نحن حقيقه ما نخبيش عليك، نحن جيشنا كان مهمش. كمان حول الخليفه الاسلحه ما جاتناش من برا، اشتريناها من المواطنين حتى ننزع السلاح من المواطنين ونستعملها في الحرب. نحن تنقصنا الذخائر كليبيين وبعض القطع غيار للطائرات، ولكن ما حدش من الدول انتبه لهذا الظلم، ما حدش انتبه لهذا الارهاب. الامم المتحده قررت ان المجموعات المقاتله اللي في درنا وبن غازي هي مجموعات ارهابيه. نحن ومصر لدينا الشرعيه لمحاربه هذا الارهاب اللي اذى مصر واذى ليبيا. المده حتاخذ ان نقول لك نحن توفرت لدينا الذخائر، بنغازي ممكن ما نزودش على اسبوع. درنا عايزه دق بالطيران لان منطقه جبليه، منطقه صعبه على القوات البريه، ومحددين اماكنهم ورصدينهم وعارفينهم على الجوجل. والاستخباراتنا نحن من الشعب من وسطهم تاتينا المنازل والمخازن والهناجر والاسلحه اللي موجوده فيها. استخباراتنا قويه جدا من وسط الشعب من وسط المدينه، وجربناها اكثر من مره دقيقه جدا. ونتعاون نحن المصريه في المعلومه الاستخباراتيه اللي عندهم واللي عندنا. ومصر لها الحق ان تلاحق من قتل ابنائها في سرت 21 واحد، واللي بينا على بينا، واللي بينا احنا فرحانين بهذه الضربه. شعبنا داخل درنا داخل الهدف، النسويين بالزغرت داخل الهدف والضرب على دماغهم وبزغرته والظلم اللي شافوه من الدواعش. الحمد لله والله. كل التحيه لرجال القوات المسلحه الليبيه الوطنيين والطيارينكم والقواتكم. سياده العميد صقر الجروشي قائد القوات الجويه الليبيه، بشكرك شكرا جزيلا، ويعني قلوبنا معاكم وان شاء الله مكملين مع بعض.